ربنا كرمه الكريم. اصور ده. اتفضل صور. هو في ناس اساسا معاهم. انا مدرس اساسا بيجيب الحاجات كلها البعيده. هم كلهم امن مركزي. كلهم امن مركزي. كلهم امن مركزي هناك. الامن المركزي الامن المركزي عارف انهم جاهزين بالقابل للجماعه على طول. بس من التحرير الشعب البسيط والآية الليلة مهلوكة الشباب في جنبنا والليل يرزق حقنا ينظر نبي افهم انزل يا انا. طب ايه انزل هنزلهولك انا بقى انت تقول له كلمه كده. طيب تعالى هنزلهولك انا بقول لك هنزلهولك. ليه انزل كله يقف يا بريد اخوان غير خوان كله يقف. عنده شرايط مش عايزين كده. يا حبيبي شريط الصباح. ايوه كده احنا زي ما احنا كلنا هنا راجل واحد. احنا زي ما احنا واقفين اهو.
اللي مثلا كنت جنب بعض على كنت اي حد من اي حد هموت هنا يا عم بس وانت عايز تعمل ايه يا عم خلاص بقى عشان لما صلوا يا عم انا فاهم بنعمل ايه انت مالك يا عم مالك ما ينفعش كده ما كانش هنا هيبقى عند محمد محمود ما كانش هنا هيبقى شارع الفلكي هياكلهم يا راجل في ليبيا دور على يا راجل في ليبيا يا راجل ماسك النظام يا راجل في ليبيا عمل غش يا عم في ليبيا موت الخطابي واعتقد سيف الاسلام بدنا ندور على الكتب يا راجل ودم الشهيد هنا يا راجل ايوه احنا مش هنسكت لا حول ولا قوه مين هيسكت لا حول ولا قوه محدش هيسكت اسكتوا بقى يا ساده هم داخلين عايزين يقطعوا تعالوا ننزل الواد اللي فوق يا عم ولا ننزله ولا تيجوا بقى انتوا بتعملوا ليه؟ سيبوا براحتكم يعني شهيد ان شاء الله هو يا جماعه ما تخلوش حد يعدي يا جماعه واحد كمل على هناك كمل حد على هناك تعال هو مسكر من الحزام واحد كده كان متخانق مع واحدة من شوية مع واحدة بنت وبعد كده خد نفسه فوق وطلع فوق هو مستفز الناس اللي هنا ومش مستفز كمان الناس اللي هناك محدش قادر ينزله عادي يعني في ناس اللي هو معاه فمانعين اللي هو لاي حد اللي هو اللي ينزله خلي في علمك انت عارف لو ضربوا يبقى لهم حق ان هم يضربوا ما انا بقول لك في ناس هنا ما هو كان هينزل بس في ناس معاه فقالوا اللي هننزله هنضربه لا يعني دي بقى الناس اللي معلم كده بقى خلي في علمك هم كتير الناس اللي واقفين حواليا دلوقتي لو ضرب دلوقتي هيكون سببه هو لا يبقى ليه حق ان هو يضرب بقى بص حرب كبير بيعملها الجيش هو ماسك لهم الحزام ليه؟ بيعمل هو بيبين لك منظر لا بص حركه طبعا بيعملها ده ينفع ده يا جدعان لو هم يضربوا بالنار ده حاجه كويسه يعني انت كل الناس دي كلها خايفه من 5-6 انفار منهم يعني الناس دي كلها خايفه من 5-6 انفار منهم ينزلوه منتظرين بقالهم اكتر من ساعه مش عارفين ينزلوه هو الواحد بيطلع انت عارف معاه ده ولا ايه؟ ما واحد ما يقدرش ينكر ان في ناس فعلا اللي وسطين البلطجيه هو ده واحد معاه الموافق وفي هندسه ما هو ده اللي سايب فوق اللي هو طويل ده اللي بتاخده بص راح هنا
يجيب جنبيها مين هيجي جنبيها اللي هم ولاد البهايم الحاجات اللي كانوا بيحبوها معروف ان العسكري ممكن عامل زي الجهاز بيمتح وخلاص. والله العظيم المصحف يصبر على اللي قدامه لا يهمه اهله ولا ابوه ولا امه. اللي عروها ده حرام، ده حرام في الدين وحرام اساسا علينا احنا كمصريين. لازم يبقى عندنا مؤاخذة مثل امن وجيش مؤاخذة مخ نضيف بقى. كفايه كده بقى يا جدعان بقى. كفايه كده بقى. نبتوها لكم على طول. هينزل ولا ايه؟ مين اللي معاك هو بل اللي يجي الحاجه دي بقى احنا ولا هم؟ تعرف دليل ان مؤاخذة دوله كلب هاي. لا هم دول من وزاره الثقافه والاثار. بس مين اللي منحلوها من كل؟ الناس عادي. اللي هم بقى كانوا اولى ان يعملوا الموضوع ده هم اللي على الحق. انهم تلاقوا تابع كده وزاره الثقافه والاثار. لا دول تبع وزارة الثقافة اللي شغالين دول. ما في وزاره الاثار قالت احنا في ناس بعتناها مع حافظوا عليها يعني. وزارة الآثار يا جدعان. بعدين انا اول مره اسمع ان في حاجه اللي اسمها اللي هو المجمع العلمي. اول مره اسمع. يعني كنا قلنا من زمان ان ده مجمع علمي، كنا عملنا زي ما عملنا في اللي هو الثوره وحمينا متحف مصر. دوبك هو اللي هو الاثار بتاعته اتسرقت بس ما اتحرقش. لكن دلوقتي ما فيش حد كان عارف ان ده اللي هو مجمع علمي. هو خد بالك ان في 3 نسخ ثاني يا عم. لا في نسختين. ما النسخه الاصل اتحرقت بتاع الكتاب اللي هو وصف مصر. ده حرام. في نسخ ممكن ما تلاقيهاش هنا. العالم كله اساسا زعلان بسبب المجمع ده 300,000 كتاب. امريكا والمانيا كل الدول الاوروبيه زعلانه. برلين زعلانه برضه. ده اتحرق. هو ان هو جواه التاريخ اللي هو بتاع العالم كله مش تاريخ مصر بس. واكتر نص كتب اللي فيه اصليه. انت بص المبنى ممكن يقع في اي وقت واحنا. اي مبنى بقاله 250 سنه وحاطط فيه خشب وجاي حاطط فيه كل كتب. ان هي عصريه مثلا يحطها. لا يعني مين المتخلف اللي يحط في مبنى بقاله 250 سنه وفي خشب المفروض حتى لو طفات حريق واحده يحط لك فيه 300,000 كتاب ونصهم من النوادر. هو كان متعرض لاي وقت. لا ما فيش طفات حريق وده كل حاجه. ماشي ما فيش حد طفى. المبنى خشب. المبنى ايطاليا قالت احنا زعلانين احنا عندنا اسلوب النظام بتاعنا ايه؟ الكتب النادره حاطينها من تحت الارض جوه علب حديد متصفحه. حمينا القوات البحوث نفسها هي اللي حامله الكتب بتاعتنا. لو كنت حد يحط المبنى ده كتب عند هو مدينه التحرير المكان اللي فيه الضرب على طول. ده مين الذكي اللي عملها؟ ده هو تلاقيه مبارك اللي عملها. مبارك عامل ايه؟ المبنى ده مش هو مبارك اللي عمله؟ لا هو اللي سايب الكتب محطوطه حتى يعني في المكان ده. ده غلط. الكتب النادره المفروض تتصفح جوه اللي هو الصناديق حديد وتتحط في مكان سري. لكن حط في مجمع علمي. ولعوا الوزاره والمصحف ملايين مكتب نقعد عليه. مش وقت صيع والسودان ياكلوا ويكسروا المبنى وولعوا في كده. وزاره النقل ويا ريت حتى بيسرقوا ده بيخربوا تخريب بس. الفك الكمبيوتر ياخد الارض ويخرج. ده بياخد اللي هو جاز كله. ايه المصلحه؟ لو مصر بيحط شبكه المحمول بالتحرير تحت التجسس هيعرف مين. يفتح كام مدرسه اللي في حوالين المنطقه ويشوف اللي بيقبضوا من العيال الصبح هيعرف مين. ما ماسكوا امبارح 120 واحد. عيال صغيره بتيجي 15 سنه ودي نار ودي طول وعيال مصرصره ومستبيعه وقلة اذى ومسخره. ضياع الثوره ضاعت الله. هو الجيش هو السبب يعني. طب ليه بيكون سلاح ان الجيش هو اساسا مأجر البلطجيه دي ويسيبهم هم يضربوا الناس. محدش شغال صح في البلد يغلى الاخوان. اول ما نخلص من الانتخابات ولا مجلس عسكري على 4 صوت ولا حد يرفع صوت. متخانقوا دلوقتي على السلطه هم الاثنين دلوقتي متخانقوا. مجلس عسكري والاخوان. نايم المجلس العسكري 14 قرن. ده شغل السياسه. ده شغل لا مش كلهم. انت معلش انت ذهبت السكان البلطجي هنا متأجر مقابل الجيش ولا في مواطنين مأجرين؟ يعني في حاجه ده ماما تجلى رجاله. حق صفوه دي رجاله. حق فتح سوري رجاله. الكلاب كلهم اللي هم اللي اخترعوا ظهر لما بتقع بيكسر سكينها يا عم الحاج. صح والله. فوضى وكنت تفتح واخوك كمان له ربع على سكينه. يا رب ادي المطلوب. مع الناس بقى تصحى. طب انتوا كنتوا فين؟ انت ما نزلتش فين بقى تفتح على العالم الشرعي. ابسط معليه اللي ينزل هنا ينزل عشان واحد مات من 12 واحد. النهارده الحاله رقم 12 اتوفى في المستشفى النهارده.
بسبب الاصابات بتاعت الشرطه والرصاص اللي كانوا فيه. بقول لك ايه الشرطه اللي حصل منهم كان بيترمي عليهم نار والله وانا واقف عاملين بتاعت نار وطول. انا كنت واقف معاهم الجمعه اللي فاتت كان الشرطه بترمي عليهم مولوتوف وجوات جديد بس مصر مصورها. يعني ايه الشرطه؟ طب العيل اللي بقى يدوسوا ببطنه ده جننه بالملوتوف. ماشي. طب والبنت اللي ساعه من شعرها عريانه وايه اللي جابها؟ التحريك انت تعمل ايه يا استاذ؟ نفترض انها وحشه. يا ولد انا عندي ابني الساعه 8 الصبح بالليل ابو اطمع على امه في البيت ولا مش في البيت اللي هتسيبه هنا ليه؟ تمام. نفترض البنت دي وحشه وجت هنا ما جتش بالغلط هي جت هنا التحريك. نفترض انها جت نفترض انها وحشه وفاسقه مثلا. نفترض ايه دلوقتي يخلي الجيش وماسك جهود المحترمين بتوعنا يسحلوه في شارع عريانه؟ هل احنا في الدين بتاعنا كده؟ بس الملايين مش ساعدنا احسن واحد. انا معاك يا حاج انا معاك. ده ملك شعب ملك دي ودي ودي يا حاج انا معاك. انا شغال بقى بس بكره العقيده العيال الصغيره توظف تكمل. حضرتك اسمك ايه طيب يا الحاج؟ يعني مسلم زينا صح؟ عقيده الاسلام بتنص عن الجهود المصريين الذكر في القران انهم يسحلوا بنات في الشارع ويعروا عريانه. الدين قال اقعد في الميدان ما تقطعش طريق. ماشي. ايه اللي خليك الطريق مجري الشعب؟ بس ما قالش اسحلوا بنت مهما حصل. وانا هقف معاك اللي يعمل لك كده وانا هقف وربنا هقف معاك اموت جنب منك. انا معاك. بس لما يجي انت ماشي صح لما تقف في الطريق. حضرتك لازم قلت لي على السؤال. قلت حضرتك على السؤال. الدين ذكر كده. الدين ذكر ان الجهود المصريين يسحلوا بنات في الشارع. لما يجي انا مسؤول عن الاسلام مسؤول عن الشعب. لما واحد يجي يدمر اموال الشعب اقتله. على صوتك بس. الدين ذكر ان الواحده الست تطلع بره بيت ابوها وبيت وجوزها وتبقى عريانه من تحت نفس النقاب. انا بقول لك انا افترض انها وحشه وفيها كل حاجه. الدين ما ذكرش كده يا جدعان ان هو نمسك بنت عليه في الشارع. الدين الدين وانا زي ما قلت لك الدين قال. الدين في سوره في القران اسمها اللي هي سوره النساء بنذكرنا فيها المراه كلها انهم نسحلها في الشارع مهما عملت. طلع عريانه دي كانت ده هم عروها ماشيه من بيتها على النقاب بس على اللحم ليه؟ مين هي دي؟ انت طالع من بيتك لابس كام حاجه لابسها؟ بص يا حاج ماشي انا دلوقتي جيت هنا ده سوق كده كل واحد ليه بيت في دماغه. واحد عنده مواطن نضيف واحد عايز ياخده. في واحد بيدخل عايز حاجه واحد يدخلها اسمع الكلام اقول لك عليه. وفي واحد عايز يقلبك ياخد منك المحمود. وفي واحد بقى صح حاجه. وفي واحد من 6 ابريل عايز زي اوروبا. هي ده كل الافكار. انا معاك بس احنا يا جماعه بنتكلم عن في عقيده. مش فاهم ان احنا 26 محافظه. حاجه انا معاك 85 مليون مش هيفرض فكره على حد وربنا والله. ولا بتاع 6 ابريل هيفرض فكره ولا الاخوان هيفرض فكره. ماشي انا الشعب عايز حاجه زي اوروبا. بس ما ينفعش واحد برضه احنا ننفع معانا الديمقراطيه الحريه ما تنفعش معانا والله. والمصحف ما تنفع معانا الحريه. هتنفع بس لو طلعنا ناس وحشين اللي فيها. الديمقراطيه يعني الجنيه اللي بيتفرج علينا على 30 سنه في انت تتخيل يبقى امتحانات صح ما يبقاش في كده. هي دي الديمقراطيه كلها انما الحريه هنا مرفوضه. قلنا تعالى القضاء انت حكمت على دول ليه؟ لان العسكريه ما لهاش دعوه. هو خد الناس وقال لهم يا قضاء اتفضلوا احكموا عليه. يا حاج انا كده افهم من كلامك انك انت موافق على ان بيت الناس تعمل من شعرها وتتعربها انا اللي جايبها هنا انا دلوقتي مثلا السؤال الدين قال كده نعم ولا لا؟ افرض انت معسكر وعماله تشتمك وانت دماغك في قانون يحاسبها مش طريقه في الشارع. بص لا سيبك هناك كل الناس هناك من 3 ايام رايق. بص يا حاج بص لا اتحكموا العساكر السلك رايق قالوا مصرين يقول امبارح اللي هو العماد عماره قال ايه؟ قال كل حاجه هننظر فيها ونفض للست اللي بتقول انا عايز اعتذار نفض لها. بص السلك اللي هناك رايق ابتدى الشباب يتجمع عايز اخويا ده اخويا. لو المجلس العسكري هو اعتذر في نفسه لا واحده بس بقى المجلس العسكري هو اللي يعتذر لان هو عمل المجلس العسكري المجلس العسكري لو اعتذر معناه ان الاوامر دي طلعت من المجلس العسكري والمجلس العسكري غلط يلا احنا عمل الاوامر ايه؟ اقول لك حاجه مني هاجوا عليه دي لو لها حق هتقع. الولاد اللي كان بيقول لك اخويا حضرتك عندك اخوات بنات ورا منه 6 نسوان انا عندي او انت اكيد عندك حد مراقبك لو شفتها مهما عملت وكنت عسكري عامل فيها كده اقل حاجه مش لك اكبر حاجه ده حد بيلبس بلطو والمصحف اشتغل بيسمع ونبر سيبك من بلطو وصوت الحد الراجل بيصدق والاعلام بنطلون جينز في مصر النهارده. طب نفترض انها مستسلة غير جاكيت معنى بس نفترض انها مستسلة غير جاكيت بس قواميس هل صح ان نفتح اللبس بتاعه عماله تكتب فيه كده بتاع ويقع على الارض
صدق هو شايف عريان. انا واقف كنت بتفرج على نفسي شايف عريان يغطيها مش عاريها اكتر. انما المتعب اعلام كله ده هم تمشي الدوا. واحد عمال يباصص الجندي عمال يبص. هوريك الصور انا جايب